بناء على أحد متابعينا في القناة كلمني لما عملت فيديو تحويل مجموعة الفيسبوك المجموعة من خاصة إلى عامة أو من عامة إلى خاصة. تمام. طيب في حد كلمني وساب لي تعليق أسفل الفيديو اللي أنا عملته وقال لي طيب من خلال الموبايل، فإحنا إن شاء الله عاملين الفيديو ده بناء على طلب أحد متابعينا في القناة بتاعتنا. تمام. طيب أول حاجة هنبدأ نضغط على الصورة الشخصية بتاعة الفيسبوك، هنضغط عليها بالشكل ده كده. تمام. بعد كده هنبدأ نختار المجموعة، بعد كده نشوف المجموعة بتاعتنا انهي واحدة فيهم. انا عبد الله الباشا هضغط عليها. بعد كده هبدأ اضغط على إدارة. من الإدارة هطلع لفوق كده هلاقي حاجة اسمها اعدادات المجموعة، هضغط عليها. بعد كده هطلع لفوق هلاقي حاجة اسمها الخصوصية، هضغط عليها. اول حاجة يا شباب طبعا انا المجموعة بتاعتي على عامة، تمام، هخليها خاصة او العكس، يعني انت حضرتك المجموعة بتاعتك خاصة فانت هتقدر تخليها عامة. تمام. انت بقى تختار، يعني انا بالنسبة لي المجموعة بتاعتي بتكون عاملة زي كده عامة، هبدأ اختارها خاصة، انا عايز اخلي المجموعة بتاعتي خاصة. انت بقى مجموعتك خاصة ابدأ خليها عامة. تمام. انا هضغط على خاصة بالشكل ده كده يا شباب. بعد كده هقول التالي. هنا بقول لك سيتم إجراء هذا التغيير خلال 3 أيام، هتنتظر 3 أيام وهيتم تغيير المجموعة بتاعتك من عامة إلى خاصة أو من خاصة إلى عامة. يبقى أنت كده عملت تغيير للمجموعة بتاعتك أو تحويل المجموعة بتاعتك من عامة إلى خاصة أو من خاصة إلى عامة. تمام. فاهم؟ فهنا بقول لك ايه، ستصبح هذا الخصوصيه نهائيه لحمايه خصوصيه اعضاء المجموعه، لا يمكن تغيير المجموعه الخاصه الى عامه. انا بقول لك ستصبح هذا الخصوصيه نهائيه، لا يمكن تغيير المجموعه خاصه الى عامه. تمام. ماشي. بس كده، فدي كانت الطريقه. كل اللي عليك هتبدا تقول له تغيير، هتلاقي هنا ايه مجدولك بقول لك خاصة بتاريخ 9 يناير الساعة 11:47 دقيقة، يعني هتنتظر 3 أيام فيخلي المجموعة بتاعتك خاصة. لو أنت مجموعتك خاصة وعملتها عامة هتنتظر 3 أيام وهتبقى المجموعة بتاعتك عامة. لإلغاء التغيير هتبدأ تضغط على إلغاء التغيير بالشكل ده كده، فهيتلغي معاك وهتبقى المجموعة بتاعتك عامة على طول، أو هتبقى المجموعة بتاعتك خاصة على طول. اتمنى اكون وصلت لك المعلومه بشكل سليم. لو عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس على الكل، واشوفك في فيديو جديد. سلام عليكم.